حيث ما اسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني متجام نطحب الزيوم غال البرنامج نوم متفاوت مراون وتتاسي ربي العالمين هذا يوفق باش نصاغ تفاوين خيج الموضوع مهم من نهار غطاس الموضوع قناص الصبر. ما مش غنقن صبار مين يعني الصبار ويكد غنصبار مين خف غنصبار مين يعني الجزاء ومني غيصبان منايا مرة غيث ما اسماء ضرب عادي سقساني خف غنجاوب ذي الحلقة يا ننهارها. فباش نسيور ذي الموضوع بكل تفصيل قمة كي نخدم زوار انظار المحاور الحلقة وادغاو من ذور ان شاء الله. شك 50 مينوت نص ما ترمدي اوي تسرسو ودي النبوش نحاس وتحدي يجيبوا الصباح. والله سبحانه جل وعلا يحب الصابرين. بالنسبة رب العالمين وذي تخيب إن الله مع الصابرين شفاغة ثانيتا وهذا شيء توقع والو إن شاء الله تعالى. إثما ذي السماء ممشي الناس وذاث مرة ذي الابتلاءات ذي الامتحانات ذي التمحيص المؤمنين فذوذشت وذي سوار راحت لا راحة في الدنيا أمويتي خلق الله سبحانه جل وعلا باش أذي يمتحن العباد الناس ليبلوكم وأيكم أحسن عملا باش هذه السن مولانا من وين الزينخ يغي خدمن العمل الصالح من وين الزينخ يغي فيان خو بريض من الله سبحانه جل وعلا. فوذي اني حد وغاس والابتلاء والني وغاد جي الطاس غاس دروس ولكن الاسلام النخ اي اثما يتمارن الصبر والصبر في الحقيقه ويصبر الا اهل العزائم يوذان يغاد جاء العزيمه قوى وغاس اليقين ذي الله سبحانه جل وعلا. ولكن على العموم يوذان مصفراقن ثلاثه ذي القضيه يا ثانيتا الصبر يا اما أذيري محروم يا إما أذيري موفق بإذن الله يا إما أذيري راض يعضى خمين زيتي بتال الله سبحانه جل وعلا أي حاجة ذراش ناخذ الفقر ناخذ الظلم تعدان خاس ناخذ السحر ناخذ أي حاجة. فالمحروم من يعني المحروم هو وني يتبتال الله سبحانه حجت وشا ويصباشا يتكافص يقارسي وما غانشي جاني وما يمي خفي يورا الله سبحانه جل وعلا منايا وما يمي كذا يتسخط وني محروم وغصب ورجع ما يمي لانه يصباشا. من يعني الموفق واللي يوفق ربي العالمين باش هذه صباري الحريق النين ياخذ الابتلاء النين مش ميقا يقارس الحمد لله يتق حسن الظن ديال الله سبحانه جل وعلا يقارس قد تسجنو قد صدى ربي العالمين هذه فارج يوذني كتار زي الموفقه ونيتا يجنوا على النغرين وذان وينا في الحقيقة خاصة الخاصة وذو قرينا واني يافانس لابتلاء الله سبحانه جل وعلا يقار الحمد لله والشكر لله على هذه النعمة يتوارى الابتلاء بأنه نعمة ويسن بأنه في طي كل نقمة نعمة وفي طي كل محنة منحة. أيثما اسمها قمة كينا خنزار يجن مشهد تمثيلي القضية الصبر ممش غيق الإنسان غادي يصبر ثم أدغاو من عقب إن شاء الله تعالى فما كاين خمس هذا ونيتا. رجا هذا لا السي رشيد سلام لاباس بخير. فاطمة ومام اهلا واش تجيد؟ لاباس بخير. زيد تفضلوا زيد هذوت زيد هما زيد. الله مرحبا. باش نجي فاطمه مليحه وما يشك ما مش تجيد مليح الحمد لله مش جاب ايوا مش جاني حرام ايوا مغانقين ديال المدرسه مغالشاني ايوا يبغى الصداع نصن مره يمني فاطمة وقتو بشري شتو واخد تنجي سير رشيد مرحبا ازيك فعزك جنت توسيت التقيد واسق غبور حساب من ديش غيني وحش سكسو فاطمه النوك سويني داز دراري ناس سوج در فضا ديسكم في نهار اخيا سوني النغمه ناس سويا نهار واجب الجمعه ايوا زعما خصك تقغد المفاجاه او ما ينوى ذيك من غيصان ليش من غير صادق امشري فاطمه عايش وجو تخام قوات قد تجيك خشا غنهار وغارب انا غراح واخا وما مرحبا بك ما مش تجيت ايوا
يوقع نهار تشسو يوا هادشي زكومي ثموث الماحو ما نماش يبقى سنو يدوسيغ وقسنا عاود ديك غرماني غناح عاود تشسو دغيا فاطمه ما قد رجعت الرزق يا غسرز مو يكازير بدا نقوم هذا نديرو ربي كي الصبر. فاطمه رخم الوقت لغايه العصير ويا نختشسو سكسو قيمة دروس وهنا يوم مشاو يغم انت غترهم وها صافي قش كبس يا ويت السوق هذه شوخ هذا زيزا يا غسرز دغيا ايش غير صاحبي كيدامو زكوم يش سنغامو راك اثنين الحوايج عما سنترمدد وتصبا وتجيو غيصبا رمد شويه الصباح رمد قام غنش مسكينه الله يحسن نعاود زي غيصبح الحال انا مديت انت دي تمار انت دات شك 5 مينوت نص ما ترمدد ويت تشسو تحس شي جمهور ان شهر الرسول صلى الله عليه وسلم يجو ما يوفى الدات يسقسى عائشه الناس ما تقدش نرفضها في الناس لا تخيل من سيدنا الناس ودات الشو لا الناس اذن اني صائم سيدنا ايوب يبرثها بدي ثاروند الصح الناس لا رزقنز ومع ذلك يصبر شك يفضح يشراو عديس الصبا والو غاك ويجي وخمني غادي يدي دهن شو صبار يا اختي تستوني على الحال فاطمه هذا مديو ربي الصبر كيس امين إثما يسمى الزريمة كيناخ المشهد التمثيلي يعذون في الحقيقة يتصور الصبر واني تيجي نوع من أنواع الصبر ما انت الصبر الحقيقي مقران صبر أهل العزائم خميني غيتيري بنادم يهرش نختيري ذي شو معواص تيري ذي شو الضائقات تيري ونيتا يصبان كتا المشهد يتصور نخ بأنه يجاني النجوغ أو تشماس من بعد دار يزن وتشماس يقارس سجد سيسوني ومرميغ مرمد غد الساسة إلى غير ذلك رغم أنه ثكشاس من دي غير هاني إلى غير ذلك يقارس شوي تخيك ما تقجي قص صباي الصباح ولكن تا ذي التعامل نزل حركة نسي يبدو أنه عصبي ومرمد غد الساسة ذي ومرمي كذا إلى غير ذلك ويصبح تخمشة فما مش غيقوني تمركار يرق في صدار ربي العالمين شن هناش ويصبر خصيصو غادي يوجد 4 ساعات خزين ساعات عاد هذه صبار خير هراش عام عامين 3 سنين كتار ما مشي صبار سيدنا ايوب عليه السلام ما مش صبان يوذاني ابتلى الله سبحانه جل وعلا اكيد يقصح ما مش غيقوانيتا هذه صباخ الفقر قوانيتا غاس سيسو اصلان وغاس النعم النغني قاذين يوذن وغاس التدى في ذي غاس الغن وغاس الضار ذي غياب وغاس ذرق زمغروم يوزغن ما مش غيقونيتا ما يبتلى الله سبحانه جل وعلا سجن نوع من الابتلاء زقونيتا فلا بد ايثما ذي السماء يخص الانسان هذه يريد صبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقارن عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير المؤمن كل شيء ذي خير الامر النص وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له الحديث صحيح عند مسلم أنه مرا يرق في ثرخاء قيد شكا الله سبحانه جل وعلا قث مليح مركا يرق في شن حجت زي الابتلاءات يصبر والله سبحانه جل وعلا يتشص رجار يتخد سيس الخار إن شاء الله تعالى يخصنا نسن بأنه الأركان الإيمان 6 أن كان سني خج الزيسن أن تؤمن بالقدر خيره وشره يقدر خاك ربي العالمين من يصبحن إني الحمد لله والشكر لله يقداخك شن حج تورد شكوى حريق ذا يسيد جرخة إني الحمد لله والشكر لله لأن الله تعالى معريك تغي توارر خانش دي شن حج تنغني إري وششت ولكن يتوارر خانش ذي الأمر اللي يخيك قدا سبحانه جل وعلا ثم نبدأ نتفكر أول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء مش حارم ما غيتو غالي ابتلاء نشي يمغاث حوايج الصفار الطاس مش حارم ما غيتيري رجع نشخ الله سبحانه جل وعلا يمغار الطاس وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم رب العالمين مري يتحب باش نقوم يتبتلثن فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اللهم نجينا من سخطك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ثم كذلك أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم سقسانت مش غيق الحال المؤمن يقلب ابتلاء إلى غير ذلك ناس يا رسول الله أي الناس أشد بلاء خصنا السنة دم زوا من يوذان يتبتلى سيدنا رب العالمين الطاس
قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه. إن سيني يتبتلى سيدي رب العالمين الطز الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبنادم يتبتلى الله سبحانه جل وعلا على حسب الإيمان. سمرتو الإيمان سيمغا يتشسجن الابتلاء ضم قران مش حما يمغى الإيمان سيمغى الابتلاء كتار لأنه يقال سيدي ربي العبدينو يا ضام سمينا سكشيخ. ولكن مرتو الإيمان زدو قرير ما ريح كميت غايج وسنان واش تسريد حيس غيو وما غاناش شي ما يمي إلى غير ذلك يتشتشى زي القدر الله سبحانه جل وعلا. ثم يقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. يقاش الابتلاء ويتبع يدخ بنادم أرغي يطاك بنادم بلا الذنوب يغترخس الذنوب مرة يخني يخسر يرفع الله سبحانه جل وعلا الابتلاء ني فيخص ذين خير شوية الصبر مين ما يوشان خمولانا سبحانه جل وعلا. اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة. الابتلاء نعمة ذا الهراج نعمة ذا الفقر نعمة من ما يوشش الله سبحانه جل وعلا نعمة. صلى الله تعالى غدا خيوش النعم الناس أخان خياضة أذان خي قزق صبان ذي الزمانة إذين حواج الطاس الصبار ذي قندار أيثما ذي السماء فما كينخ الآراء التصريحات نيثما ثنخ ذي الموضوعات وتعقبتي غانخ. الصباح بلا نقص اللي سيدي ربي سيري الإيمان هذوني وقال الصباح الصبر غاسج الحمولة تنقرنت بوركي بنادم ما يصبع هذه حقيقة تصن الحوايج. الصبار حبيب الله والنسبان رب العالمين وذي تخيب. انما الانسان هرم لا يصبر مثل البلاء نغير المرض في اي حاجه حادثه سير نغشى الحاجات نغير الوالدين هذا هو مفتاح الصبر. الصبر من الواجب الانساني هو مثل القران وذي النبوش نحاس وتحت يجيبوا الصباح. بالنسبه ذيك واش بنادم باري يعصب نيشان حاجه خصها دي الصبار ني باري يعصب دي الصبار عاود فهمت التريد الصبار يقول ديال الاسره النش باش تكون ديج الاسره الصباح وباش الانسان يحافظ في البيت الناس ومع انه خصو يريق المجتمع هذه يعني ذا صبار والصبر قيس الصباح. أيثما هذه السماء باش تسلام ذي الآراء والتصريحات إنيث مثنخ ذي القضية الصبار. الموضوع في الحقيقة يزهد جث التناول ما يميل لأنه التصني وذان وصبان ويخصها غنصبر لأنه شمارت وعقب البديل للصبار. فاللهم غد الصبار أتوي درجة أو أتنزع جدني خط غضب ذني خوات صبادشا من بعد واتوي درجة واتوي ذوالو والتصني وذان طيب ثلاثا سيدي ربي العالمين يقاسن السبب الابتلاء ني ذو النيت السبب الهداية غذتوبن الدورن الله سبحانه جل وعلا. فعماس وذا سقار ما يمي ربي العالمين يخافي كتب منايا يخافي قدار منايا هو حكيم عليم خبير يسر من يتق سبحانه جل وعلا. لكن في الحقيقة الصبر زمارانيني مثلا نقسم ثلاثة الأنواع. النوع مزوارو زي الصبارة ونتا إثما هو الصبر على فعل الطاعات وأداء الواجبات لأنه باش تكاد غير فجار ذي تصمد تقدروضو غد الزجض من يحوج الصبر باش تزمض شهر رمضان يكمل يسدير حموم تفوش إلى غير ذلك من كذلك يحوج الصبر باش تحت حجة تنفق 6 7 8 مليون هكتار وتسمح ذي التجارة شطارة وتنش إلى غير ذلك أتصبادي كل شيء مانيا يحوج الصبر ضم قران باش تكثذ غجيب بالنشط الصف غد الزكاة شك عام يكمل تخدم هذا جديك هذه الزكاة غيج العدد ضم قران 8 مانيا كذلك يحوج أتريد ذا صبا فطاعت مش مجينت العبادة مش مجينت بنادم مروه توغي ذا صبا هذا سين الشيطان ايوا واش ما تقيم بالذنب بدات قبل ثبيده وتتسجد وهاني ايوا خصها تقثا الى غير ذلك. فلا بد الانسان اذي تسلح الصبار غاسيري غير سناح من الصبار ايها الاحباب ورسنا حواني تذواني تذغد الجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذغد الجين الانبياء ما غنثني دروسي خاصني كين
شحال كاين سيدنا ابراهيم عليه السلام من مثل دي تمسي، شحال كاين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش هذا غادي يصيوض الدعوه يا غتنفن الشين توجد، شحال كاين سيدنا ايوب ذي الهراش الى غير ذلك يسوم الناس يتفروروي رغم ذلك يصبر ارمي ذا سيف الدر الله سبحانه جل وعلا يجي الصحه خازيت النية، شحال كاين سيدنا نوح 950 سنه غان الدعوه يقلقوا من الناس والو، شحال كاين سيدنا لوط، الانبياء مار ايها الاحباب كاين غدار رب العالمين باش ذي القدوه ادنى الربار الزيس النيسي. الصبر والسنين ايها الاحباب هو الصبر عن فعل المعاصي وارتكاب المحرمات. يعني الدنيا ليس تصل الشهوات، ليس تصل الفتن، الشيطان يتعرض لسي بنادم ذي قبريد يقارس كثا وتكثا وتغزير خانطو زيوضي ويغزيان الحياه يوذنا قد تمتعان قد تعيش الشباب انسان شكا قد فاضي في بداوين ذي تشان كلا في النوضو كار السنير الشيك تحت بوريد شويت ايوا جنها وهات غنجد شويت ايوا نعم سيدي تحت السعد وجن تجير في التزكواخت مجد سقان الى غير ذلك. ولكن الانسان خاصه ذي المرحلين الشباب ايها الاحباب يخصها اغاسيري يجن الصبر بشوية الطشا ذي المعاصي. والله سبحانه جل وعلا قال في القرآن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر والسراثة أيها الأحباب هو الصبر على أفعال الله والابتلاءات والنوازل العصيبة المانية يخفتوا السور ذي البداية. يكشش دار بالزلزال فوضى الداث نشت كمري الى غير ذلك قاسماني غير حنجار، فلا بد ان تصبر الله سبحانه جل وعلا اشي واش تجيشا امني ما مش لنا يقفي تشن نهراش ونشي نسن ديال الريف كثار غنخطص النهراشات خاصه السرطان تقريبا واثقين بوش انت الداث بوش العائله الا وذي يسجن يهرش من السنين لما يتحوج الصبر عزو يز لومبيلونس 8 ثوي خوض بيب او يسغز الدواء او السانيتار حريق نسال الله السلامه والعافيه نت الله سبحانه جل وعلا هذه يعفو ان شاء الله تعالى مره خيث مثنخ. ايها الاحباب من زي غنعزا يخف النخ ما مش لنا غنخزار الانبياء الصالحين من خسنيكا ثم غنقرا القران باش نفهم رجاء غاسن الصابرين باش انسن ما يمي خلق قدار الله سبحانه جل وعلا مانايا اولا يقال سبحانه وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. سيدي ربي قال شاش بالتالي ما رسم سرينا ولكن يتبشر الصابرين. ثم سبحانه وتعالى يقال الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. تغزى من هارا ويفتن الله سبحانه جل وعلا يطس غير المؤمنين واتي في ذكار ذو الحروب ذي القتل ذي التشريد ذي انحباس كثاني الى غير ذلك تقريبا الا ذي الدول اللي مسلمن ونيت الابتلاء زي الله سبحانه جل وعلا يقارخ ما تغيرهم اي وذان اتيني من ومن وش صافي وكني ويفتن الله سبحانه جل وعلا وكني ويتبتلي. بالعكس المؤمنين ذي مسلمن الحقيقيين ذي يتبتلى الله سبحانه جل وعلا لانه يسوج ذي يتهيأ إثن ربما يشان الامر جلال كوان يستقبلا فيخصا اذيرين ذار يزن. ثم الله سبحانه جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا يأمرنا بالصبر والله سبحانه جل وعلا يحب الصابرين والله سبحانه جل وعلا مع الصابرين ان الله مع الصابرين. شفا ثانيتا مراكك الله سبحانه جل وعلا شفايش هنيئا لك انت في معيه الله تعالى وهذا شيء توقع والو ان شاء الله تعالى. فالله يوفقنا أن يرزي الصابرين الشاكرين الحامدين إن شاء الله تعالى. أيثما ذي السماء أنغزار الآراء نيث مثلا المشاهدين ذي الأسئلة نسن ودغاهم ندور إن شاء الله تعالى. الصبر يعني بنادم يخص لا إيمان أذي صبا يعني شي نسوار الصبر سجل المفهوم أن سيدي ربي بدا يتبتالي أنا يتبتالي نغسل المصائب يتبتالي نغسل سوى التصل حوايج تعفانين ولكن الشين لابد خاص نتغلب الصبر. بنادم ما يبقى يحتاج الصبا ما يخدم يتحتاج الصبا ما من ما يلقى يتحتاج الصبا وما غيساور وهي يتحوج الصبا ما غيتناقش وهي يتحوج الصبا كلشي يتحوج الصبا. والسعد والنسبان صراحه انه نتوراخو حاليا المجتمع شويه يقصح ويقيم بالصباني باش بعد زعما تفريج نجي من صباغ تفريج نحاج الصباح غازه فهمت تف الصباح الصباح زير بدات ويجيبوا من احسن زي الصباع تساوند مرة الصباع تاوي ذوك الجيفني ربما قادين الحوايج يقال سيدي ربي العالمين يتخدس خاصنت ونسين والقيمه نسنت الا الصبر
الله سبحانه وتعالى جيت غاز لعالم الغيب بطبيعه الحال هذه نيجي ندوز على مقرانه تصل سيدي رب العالمين الشنو نستنشق ربما وزمال شيخ الاجر غاس لانه اجره يحتسبه عند الله. ما بنادم يصبان ما غاش نرجع سيدي ربي، ما غاش الاجر من عند الله والثواب. إثما يسمى مش كنخزرين من الآراء الأسئلة نيث مثلخ ذي قضية الصبر يجو مثلخ يتسقسى من يعني رجار يغاس خوني غيصبان في الحقيقة ولني غيصبان غاسيش النجار ضام قران الله سبحانه جل وعلا ويسين رجال نسلم مولانا سبحانه جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يغدي مجموعة عن الآيات يسور ذا يسخ الجزاء يغاس خوني غيصبان أي حاجة يقدر يتخص الله سبحانه جل وعلا. من ذلك من ديوسين ذي سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قولني غيتقى نسيض رب العالمين وذي صبار يكون الشيء رب العالمين ويضيع ورجع النص لأنه زي المحسنين. كذلك قال الله سبحانه جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. قينا غيصبان غاس المغفرة رب العالمين وذين شن حاجتك طازيس أنه سيد رب العالمين هذا شي غفاكو الشيء وناس وأجر كبير يجن رجال ضام قران لا يعلمه إلا الله. ثم الله سبحانه جل وعلا وثاني مسألة مهمة مرن فهمت أيها الأحباب. الله تعالى قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صباري الحكم من الله سبحانه جل وعلا أقشك ذي في الطوينخ الله شفا ثانيتا سميني على غتيري ذي في الطوين الله سبحانه جل وعلا يعني واش تضاري رادي جن حجت يعني وهذا شي زما حد يعني خيكمون الجين ذي الانس باش ضارن وزمان ضارن الا مريتو غيكتب خاك شاء الله سبحانه جل وعلا لانه رب العالمين رميت صبادي يجي ذي الطوين شنو يجي زما راه يوض غادي الطوين مولانا سبحانه جل وعلا باش شي حاجه ابدا لا يمكن لانه ونتا الله سبحانه جل وعلا صل عظم النص ذي العزه النص سبحانه وتعالى. ثم يخصن أيها الأحباب بأنه مش ذنخي قال الله سبحانه جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اثنين اليسرين وزمارا يغرب يجن العسر والصورة كثار يحفظنت ما رزت جنس زيس ولكن قليل ويدي تارين ربار هذه السن يعني بأنه قوخذني العسر قد يسوى ناس اليسر الإنسان يخص غادي يصبر وها غادي يستعد إن شاء الله تعالى. في الحقيقة أيها الأحباب خميني الصور خلي ابتلاء الصبر إنه زمان الصور الصبر بلا الابتلاء إنما الصبر مقرون بالابتلاء لأنه بنادم حما يبتلى الله تعالى يخص غادي يستعد باش غادي يصبر. الحقيقة الابتلاء أواني تذجن النعمة ولكن التصن يذن والسن بأنه نعمة من الله سبحانه جل وعلا. اولا اتكفار الذنوب السيئات ما ريبتالش ربي واش تصبر يغطرش الذنوب ما مش تطنت في ورقين من السجاث ثم يرفعش الدرجه ذي المنزله النش ذي الاخره تيري ذيك الصابرين ثم يزمش ثواث التوبه ذي الذل ذي الانكسار يسقر بيش الله سبحانه جل وعلا تيري ثلث مولانا قوي ذي العلاقه نش الصله النش جارج الله سبحانه جل وعلا. ثم كذلك مرت غلبس عليك تفكات دي بوبريث تقاسي زي انت من خاص انت غيتكن مسكين خل الفقراء خاصه دي رمضان تزوم ميدي جنهاوها غيتطفيش الجوع ذفاذ تقاس ويا واني غير ميتكمرخ يوي الفقراء مساكين على طول العام سنوات وفين من غشين وصبان رغم ذلك شكوا زما هذا الصباط يجي نهار وزومي الا قفوذ خير حمو ولا كذا فرب العالمين يتمتحنيش يتفكرش سنعم اذا شي كشا باش تارد اربار. السؤال قالوا زي الاسئله التفاعليه ايها الاحباب يجوا مثلا قارق من عنانه الامور يتخفف البلاء خل الانسان فالانسان ضعيف من عنانه الامور يزمان خاص خفنت شويه البلاء. باختصار ايها الاحباب تمسرش تمزوارو الدعاء بنادم هذه تدعى الله تعالى لان الدعاء هو العباده يا ربي وحتى ينكسيت قربي ربي لانه يوسيش سبحانه جل وعلا ما غادي يا ربي عبدك ضعيف
فقير حقير مبتلى أمي خسن والنهر مثني ذاس يا ربي أنت أعلم بحالي وحالي يغني عن سؤالي دعا الله سبحانه جل وعلا. هذا شيء وش من تخسر مسألة والسنين الصلاة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة. مراي وقعت شن حجت يتقجق يتحذي الزج يتطلع سبحانه جل وعلا صلة بينه وبين الله. والثلاثة الصدقة خصت هرشت خصت القنفذ صدق داووا مرضاكم بالصدقة ممجد يوس هذه الآثار سقن فمهم هرش نوم الصدقة. والسابعة تلاوة القرآن ما يمي القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن ذي سد وذي صار رحمة للمؤمنين غارث قزيس الرقية. ثم الدعاء المأثور وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بنادم ذي قال إنا لله وإليه راجعون قنشي زي سيدار ربي غنذور سيدار ربي مار من دغيب الله سبحانه جل وعلا ما كاين غير الله سبحانه جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقارخ إنما الصبر عند المصيبة الأولى. والزيسي غنختم إن شاء الله تعالى الصبر غير المصيبة مزواروت وتجي غير غثيني دي وما يمينش وما يمي يمو وكذا ايوا معليش صباخ لا توقعاش تشتي خدني تبث توث قيمذ كابد توث بدذ قيم يعني الحمد لله رب العالمين والحمد لله على ما منع والحمد لله على ما أعطى وخن خي من يعل الشر وذن خي وشغل الرخاء. الحمد لله على كل حال. أيث ماذي اسماء أرذنيتا طوكو ذكوم غون قارن تخرستا انت تسيض رب العالمين إذا خي يجزي الصابرين باش كين خيري إن الله مع الصابرين أكنه يحفظ الله سبحانه جل وعلا. هذا يحفظ مرة لعباد الناس المؤمنين. أرغن مسرقة لشان الحلقة النغني قراوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.